ليه في ارقام على ظهر تيشيرتات لعيبه الكوره؟ في الارجنتين الباك اليمين بيلبس 4، وفي البرازيل رقم 4 ده بقى قلب دفاع، اما في انجلترا رقم 4 ده خط نص شغلته يقطع الكوره. نفس اللعبه ونفس ال11 لعيب. طب ليه بقى الرقم الواحد معناه بيختلف من بلد لبلد؟ ده مش بالمزاج ولا قرار معين، دي حاجه عمرها قرن كامل من التكتيك، لان الارقام اللي على ظهر اللعيبه مش ديكور، دي خريطه صغيره بتحكي لك ازاي كل بلد اكتشفت طريقه لعبها للكوره. انا خالد عاطف، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن ليه في ارقام على ظهر اللعيب. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبتك الحلقه قوي بقى شيرها لاصحابك. تعال اخدك من ايدك ونرجع ل 25 اغسطس 1928، ماتش بين ارسنال وشيفيلد وينزداي، وده ماتش عادي جدا ما فيهوش اي حاجه غريبه يعني، غير ان ده اول ماتش في الدوريات الاوروبيه كلها اللعيبه تلبس تيشيرتات عليها ارقام، والارقام دي ما كانتش عشوائيه خالص. تخيل ان قبل الماتش ده كان ممكن تروح الاستاد عشان تتفرج على ماتش اللعيبه كلها لابسه نفس التيشيرت من غير اسم ومن غير رقم، لا تبقى عارف مين اللي عمل الفاول ولا مين اللي جاب الجون، وحاجه اخر توهان ليك وللحكم. فاتعمل نظام بسيط خالص، قال لك يا باشا احنا هنرقم اللعيبه من الدفاع للهجوم، حاجه سهله وبسيطه قوي. يعني الرقم مش خاص باللعيب، الرقم خاص بمركز اللعيب، واول حد كسر القاعده دي كان الحارس. المفروض لو هنمشي بالترتيب فالحارس هيبقى لابس رقم 1، بس لو رجعت وبصيت للحراس وقتها مفيش ولا حارس لابس رقم. وده ليه بقى؟ ده لان الحارس كان مميز بحاجه تانية اصلا، وهي لون التيشيرت بتاعه. العاده دي بدات في اسكتلندا سنه 1909 وبقت الزاميه على مستوى العالم كله سنه 1921، ودي قصه ان شاء الله هنبقى نحكيها في فيديو تاني لو حابين يعني. بس كده كده الحارس مميز فملهاش لازمه يعني يلبس رقم. وكالعاده يعني انجلترا افتكرت ان هي اللي مبتدعه نظام الارقام ده، وده مش صحيح اطلاقا. العالم كان سابق انجلترا واوروبا بكتير. بحسب المؤرخ مايكل ميلر الارقام كانت مستخدمه في استراليا من سنه 1911، يعني قبل ماتش انجلترا ده ب 17 سنه. وفي سنه 1923 فريق ارجنتيني لعب ضد فريق اسكتلندي، والفريقين الاثنين كانوا لابسين ارقام من 1 ل 11. وفي امريكا سنه 1924 فريق سانت لويس فيسبربوي لعب بارقام على التيشيرتات بتاعته في بطوله الناشونال تشالنج كاب، في حين انه منافسه فال ريفر ماركسمان ما كانش بيلعب بارقام على التيشيرت. وفي كل الحالات دي الفكره الاساسيه واحده، الارقام كانت بتتوزع كل ماتش على حسب التشكيله الاساسيه، زي ما قلنا ان الارقام خاصه بالمركز مش خاصه باللعيب، يعني اللاعب ما عندوش رقم خاص بيه. والوضع ده فضل مستمر لحد اوائل ومنتصف التسعينات، لحد ما الفرق قررت ان يبقى في رقم ثابت لكل لعيب، سواء بقى بيلعب او ما بيلعبش، مركزه ايه مش فارقه. بس خلال ال60 سنه دول كانت الارقام بتحكي قصه كامله عن التكتيك، وعشان تفهم القصه دي كويس لازم نشوف النظام اللي اتولد منه الارقام اصلا. حاول تستوعب معايا اللي هقوله لك ده، لان الخطه اللي كانت مسيطره على كره القدم في الثلاثينات كانت عباره عن 2 3 5. ايوه 2 مدافعين و3 في نص الملعب و5 قدام، وكانوا بيسموها الهرم. لو جبت رقم من اليمين للشمال ومن تحت لفوق هتبقى الارقام كالتالي، باعتبار ان الحارس رقم 1، 2 و3 هيبقوا المدافعين، و4 و5 و6 الثلاثه اللي في نص الملعب، ومن 7 ل 11 الخمسه المهاجمين. السنتر هاف في الوقت ده كان اهم مركز في الملعب في الخطه دي، لانه هو اللي كان بيربط من الدفاع للهجوم، هو اللي بيبني الهجمه وبيزيد في الهجوم، يعني بيعمل كل حاجه. طب ايه اللي حصل خلى اللعيب ده يتحول لمدافع؟ هو تغيير واحد بس في قوانين الكوره، تغيير شقلب الدنيا كلها. سنه 1925 الاتحاد الدولي بيعدل قانون التسلل. قبل كده عشان المهاجم يبقى في وضع سليم وما يكونش اوفسايد كان لازم يبقى متغطي ب3 لعيبه، القانون اتعدل وبقى لازم يتغطى ب2 لعيبه زي دلوقتي. تعديل في ظاهره يبدو بسيط، ولكن في باطن الامر التعديل ده عمل كارثه لكل المدافعين. وفي الموسم اللي التعديل ده اتطبق فيه الاهداف زادت بشكل جنوني، وكل المدربين اتخضوا، ولكن في مدرب واحد بس فكر. هربرت تشابمان مدرب ارسنال عمل حاجه بسيطه قوي، قال لك يا باشا بسيطه الحل، انا هرجع السنتر هاف ده يبقى بين الاثنين مدافعين. وبالتعديل ده اتولدت خطه شهيره جدا اسمها WM، عشان هي بتشكل الحرفين دول زي ما معروضه قدامك على الشاشه. والنتيجه بقى اللي تهمنا على مستوى الارقام بقت كالتالي، بقى المدافعين 2 5 3. اللاعب اللي كان في نص الملعب بقى قلب دفاع، ولكن رقمه فضل معاه. ومن خطة WM دي اتطور منها خطط وصلت ان احنا نبقى بنلعب ب4 في الخط الخلفي، وعشان كده في معظم الدول اللي اتطور فيها الدفاع الرباعي من خطة WM هتلاقي المدافع اليمين بيلبس دايما رقم 5. سنة 1939 الاتحاد الانجليزي بيقرر ان الارقام دي لازم تبقى حاجة الزامية، ما ينفعش فريق يلعب لي بتيشيرت من غير ارقام، وقال لك احنا هنوزع الارقام دي على التراث والخطة القديمة، ملناش دعوة بالعيال الصيع بتوع
بتوع اليومين دول اللي جايين يبوظوا الثوابت ويضيعوا تاريخنا. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان لازم السنتر هاف يلبس رقم 5 رغم ان هو بقى بيلعب مدافع اصلا. وعشان كده اغلب الاختلاف بين الدول في الارقام هتلاقيها في ارقام المدافعين ولاعيبه نص الملعب. الهجوم كده كده سايبينه في حاله ومحدش قرب له. وفكره الارقام وربط الرقم بالمركز عملت مشاكل كتير قوي. سنه 1953 منتخب المجر بيجي ويمبلي وبيكسب انجلترا 6-3، وجزء كبير من الفضيحه دي كانت بسبب الارقام. المجر كانت بتلعب بخطه اسمها الام ام، وكانت بترتب ارقامها عادي، الثلاثه اللي في الدفاع 2 3 4 عادي جدا مفيش اي مشكله. اول واحد في التاريخ يسقط المهاجم اللي هو رقم 9 ده وينزل لتحت، فبالتالي ده اللي عمل حرف الام اصلا اللي قدام. ده لعب بفولس 9 في الخمسينات. ها طب ايه المشكله بالنسبه للانجليز في الموضوع ده؟ يعني الانجليز كانوا متعودين ان هم بيدافعوا على الرقم مش على اللعيب. يعني وهم نازلين الملعب المدرب بيقول لهم ايه؟ انت يا ابني هتمسك رقم 9، وانت بقى مع رقم 7، ها، وانت اللي هناك انت رقم 8 ده ما تسيبوش، يبقى زي ضله، اوعى تسيبه لحظه. وكل لعيب نازل حافظ انا همسك مين، خلاص الموضوع منتهي. فلما جه فريق ارقامه متوزعه بشكل مختلف ولاعيبته بتتحرك في اماكن ملهاش علاقه بالارقام، ولقوا رقم 9 نازل لتحت في نص الملعب، الناس اتوغوشت خالص وما عرفوش بقى واقفين كده مش عارفين يعملوا ايه. وعشان تتخيل الانجليز كانوا معتمدين على فكره الرقابه بالرقم دي قد ايه، اسمع الحكايه دي. الكاتب جوناثان ويلسون ذكر في كتابه انفيرتنج ذا بيراميد ان بيتر دوهيرتي مدرب دونكاستر روفرز حقق نجاح كبير قوي في الخمسينات بحركه تافهه وعبيطه قوي. قال لك ان الراجل ده كان بيخلي لعيبته احيانا تبدل التيشيرتات مع بعض قبل ما ينزلوا الملعب. لا تكتيك ولا خطط ولا اي حاجه، يا باشا انزل رازي الفريق اللي قدامك، وهم كده متعودين هيمسكوا مين، فيلاقوا رقم 9 في نص الملعب ورقم 11 بيلعب باك يمين، خلي بص يهبلهم. وكسب كتير بالطريقه دي على حسب الكاتب يعني. طب خلينا نرجع لسؤال البدايه. احنا قلنا ان في انجلترا اللعيب رقم 5 هو اللي نزل في قلب الاثنين مدافعين. طب في الارجنتين، لاعب الوسط اليمين هو اللي نزل ثالث جنب الاثنين مدافعين. جوناثان ويلسون هو نفس اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه في كتابه برضه انفيرتنج ذا بيراميد، قال لك ان الموضوع ده بدا في الاربعينات في فريق ريفر بليت. وطالما القاعده ان اللي بيرجع برقمه، فبقى الراجل اللي في نص الملعب ده نزل لتحت وبقى رقم 4 عادي زي ما هو. وعشان كده الاسطوره خافير زانيتي كان بيفضل يلبس رقم 4. وبما ان لاعب الوسط اليمين هو اللي نزل، فبقى ترتيب الارقام كالتالي: 4 على اليمين، وفي النص 2، وعلى الشمال 3. ولما الخطه بقت 4 مدافعين نزل رقم 6 كمان من نص الملعب، فبقت 4 2 6 3. البرازيل قالت لك انجلترا تنزل رقم 5 في قلب الدفاع والارجنتين تنزل اليمين، هو انا هقلدهم؟ البرازيل قررت تنزل الوينج الشمال هو اللي ينزل تحت، فالتشكيله في وضع الثلاثه هيبقى 2 3 6. ولما تحولت ل4 نزلوا رقم 4 من نص الملعب، فبقت 2 3 4 6. اما الاوروجواي فالتحول عندهم كان اسهل بكتير قوي، لان هم ما عدوش على خطه الدبليو ام دي، هم تحولوا من الخطه القديمه بتاعه ال2 3 5 للخطه الجديده على طول. فطلع الدفاع الاوروجواياني 4 2 3 6. بص على الثلاث صفوف دول مع بعض، نفس اللعبه نفس الاربع مراكز، ولكن 3 ترتيبات مختلفه، ما فيهمش صح وغلط، دي بصمه الطريق اللي كل بلد مشيت فيه. وطالما لعيبه الوسط كلهم نزلوا للدفاع، مين اللي ملا الحته اللي في نص الملعب دي؟ يا رب اكون لحد دلوقتي قادر اوصل لكم المعلومه يعني. في انجلترا زي ما اتكلمنا قلبين الدفاع اللي نزلوا كانوا 5 و6، فبقى اللعيب الخاص بنص الملعب وقطع الكوره هو اللعيب رقم 4. في اوروبا واللي كانت عكس انجلترا، اللعيب اللي فضل هو رقم 6، والرقم ده اتحول لمسمى اصلا في المانيا، لدرجه ان المركز نفسه بقى اسمه سيكزر او سيكسر. يعني هسيب لكم الاسم على الشاشه لان انا ماليش في الالماني خالص. دي يعني اللاعب رقم 6، يعني الاسم اكل المركز تماما. وفي امريكا الجنوبيه اللاعب ده بيلبس رقم 5. طبعا ادواره في امريكا الجنوبيه ممكن تكون زياده شويه عن الادوار اللي احنا بنتكلم عليها في انجلترا واوروبا، وامثله على كده فرناندو وريدوندو ولوكاس بيجيلا. نفس المركز 3 ارقام مختلفه و3 ثقافات مختلفه. في المراكز الهجوميه بقى الرقم مش بيقول لك مكان اللعيب في الملعب، بيقول لك حاجه تانية خالص، الدور والرمزيه. رقم 10 يعني بيليه ومارادونا وميسي وباجيو. الرقم ده رمز للموهبه والابداع وصناعه الفرص. لما بتسمع رقم 10 انت مش بتفكر في مكان، انت بتفكر في مواصفات لعيب. رقم 11 غالبا بيبقى مرتبط بالجناح السريع والمهاري. رقم 7 مرتبط بالجناح، بس الرقم ده اوسع شويه، ممكن يكون لاعب وسط هجومي وممكن يكون مهاجم تاني. وبمرور الوقت رقم 7 بقى مرتبط باساطير كبيره جدا زي جورج بيست، ديفيد بيكهام، إريك كانتونا وكريستيانو رونالدو، اكتر بكتير من ارتباطه باي مركز. بس لو قارنا هنلاقي ان الاختلافات في الارقام الهجوميه اقل بكتير قوي بين الدول من الارقام الدفاعيه. اهميه ورمزيه الارقام وصلت لمرحله بعيده جدا، انديه كتير قررت ان الارقام دي هتتحجب ومش هتتلبس تاني بعد اساطير معينه. نابولي رقم 10 بعد مارادونا، بريشيا رقم 10 بعد روبرتو باجيو، ميلان رقم 3 بعد مالديني، ورقم
ورقم 6 بعد باريس، وانتر طبعا رقم 4 بعد خافير زانيتي. وطبعا مش كل الارقام بتاخد القدسيه والاحترام الشديد ده، في ناس كانت بتهزر هزار تقيل شويه. في انتر مثلا ايفان زامورانو كان لابس رقم 9 لحد ما جه رونالدو الظاهره واخد الرقم منه، فزامورانو قال لك طيب تمام يا باشا مفيش مشكله انا هلبس رقم 18. بس عمل حاجه صايعه قوي، كتب الرقم وبينهم زائد صغيره كده اللي هو 819 يعني. ليزارازو لبس في بايرن ميونخ رقم 69، وقبل ما تفهموا غلط الراجل كان وزنه 69 كيلو وطوله متر 69 ومولود سنه 69، فقال لك خلاص انا هلبس رقم 69. في اسكتلندا هشام زروالي لعب برقم 0 وبقى من اشهر الارقام في التاريخ، ومن بعده القانون اتغير والموضوع ده اتمنع. ادجار ديفيز لما بقى لاعب ومدرب اختار ان هو يلبس رقم 1 اللي هو يعني انا اجمد واحد يعني، وعمل فيها محمد رمضان وكده. بعد ما نظام الارقام الثابته اتطبق في التسعينات اهميه الارقام قلت جدا، اللاعب بقى بيحتفظ برقمه طول الموسم والرقم ما بقاش يقول حاجه عن دوره او مكانه في الملعب. بس في حاجه ما ماتتش، فكره ان بعض الارقام مرتبطه بادوار تكتيكيه لسه موجوده، ولحد النهارده لعيبه كتير بتختار ارقامها مش عشان الرقم ده فاضي او موجود لكن عشان المعنى اللي وراه. وسؤال سريع ليك، لو جبنا لاعب ارجنتيني من الارجنتين لانجلترا ولقيته لابس رقم 4 يبقى هو مركزه كان ايه؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه، وشكرا لوقتكم. السلام عليكم.